أتلتيكو مدريد يتعادل مع فياريال ويعطي الفرصة للجار للابتعاد بالصدارة للمرة الثانية على التوالي. تعثر أتلتيكو مدريد مع فياريال بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب متروبوليتانو بالجولة 21 من الدوري الإسباني. وكان أتلتيكو مدريد قد خسر المباراة الماضية ضد ليغانيس بهدف دون رد. التعادل رفع رصيد أتلتيكو للنقطة 45 في المركز الثاني بفارق نقطة عن ريال مدريد الذي سيواجه بلد الوليد بعد قليل، كما ارتفع رصيد فياريال للنقطة 34 في المركز الخامس. تقدم فياريال بالهدف الأول عن طريق جيرارد مورينو من ركلة جزاء في الدقيقة 29، وتعادل صامويل لينو لأتلتيكو في الدقيقة 58 بمتابعة لكرة تصدى لها الحارس لويس جونيور من أنخيل كوريا. وسيلعب أتلتيكو مدريد مباراته المقبلة في الدوري ضد ريال مايوركا يوم السبت 1 من فبراير، بينما سيلتقي فياريال مع بلد الوليد بنفس اليوم.